في يوم جالي بلاغ كان من أغرب البلاغات. ما كانش البلاغ نفسه هو بس اللي غريب، لا كمان الشخص اللي مقدمه. طيب في الأول حابب أعرفكم بنفسي. أنا عمرو ياسر، وكيل نيابة. وزي ما حضراتكم عارفين إن طبيعة شغلي بتعتمد على الأدلة المادية، ومستحيل نعتمد في شغلنا عن مثلا مشاعر أو أحلام. بس اللي حصل معايا في البلاغ ده حاجة مختلفة وغريبة. البداية لما كنت نازل من شقتي علشان أروح لشغلي، يا دوب خرجت من باب العمارة اللي ساكن فيها، لقيت شخص واقف مستنيني وقال لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. حلقة النهاردة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، من كتابة ياسر عودة وإعداد سيد مصطفى. أنا بشكرهم جدا وبشكركم جميعا. ولو عندكم تجارب حابين تشاركوها معانا، تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية في فيسبوك، هتلاقوني سايب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة معانا انزل اشترك في القناة، وما تنسوش اللايك والشير في كل مكان. بس كده، يلا بينا نبدأ الحلقة. عمرو باشا، يا عمرو بيه. وقفت مكاني وبصيت له. كان راجل مسن، واحتراما لسنه وقفت ورديت عليه: ايوه يا حاج، انت تعرفني؟ في الحقيقة لا، بس سمعت عنك كل خير، وكنت متعشم في الله وفي حضرتك تسمعني. خير ان شاء الله يا حاج. انا بنتي حصل لها حادثة واتأيدت انتحار، وانا واثق ان اللي حصل لها ده كان بفعل فاعل. بص يا حاج، في إجراءات كتير لازم تتم. يعني لو عندك شك في حاجة تقدر تتقدم ببلاغ عندنا في النيابة، ساعتها هيتم التحقيق فيها. والله حاولت يا باشا، بس محدش صدقني. أنا واقع في عرضك تساعدني أجيب حق بنتي. لما لقيته بيقول الكلام ده ابتديت أشك في مصداقيته. أصل مش من الطبيعي إن الشخص يقدم بلاغ للنيابة والنيابة ما تحاولش تتأكد من صحة البلاغ. علشان كده قلت له: لو انت قدمت بلاغ وما حصلش اي اجراء، يبقى اكيد النيابة حققت في الموضوع وشافت ان البلاغ مش صحيح. البقاء لله يا حاج. انا قلت له كده وكملت طريقي علشان امشي واركب عربيتي اللي كان فاضل عليها كام خطوة بس. لكن وقفت تاني لما لقيته بيقول لي: طيب اديني فرصة واحدة واسمعني يا بيه، الله يرحم والديك، أنا تعبت من الوقف على أبواب مكاتب الشرطة والنيابة. مش عارف ليه لما قال لي كده صعب عليا، وفكرت اديله فرصة اسمعه فيها. علشان كده بصيت له تاني وقلت له: تعالى لي مكتبي في النيابة، هناك هسمعك يا حاج. لقيته رد عليا وهو فرحان وقال لي: ألف شكر يا باشا، الله يبارك لك ويبعد عنك ولاد الحرام. ركبت عربيتي وكنت طول الطريق بفكر في الراجل ده. بصراحة الفضول خلاني أعرف حكايته وحكاية بنته اللي بيقول عليها. المهم وصلت المكتب. هناك كان المفروض أسيب خبر إن الراجل ده لما يجي يدخلوه، بس الحقيقة إن نسيت أسأله عن اسمه أصلا. على العموم هو لما يجي ويسأل عني أكيد هيبلغوني، وده اللي حصل فعلا. بعد نص ساعة دخل العسكري وقال: في واحد بره عاوز يقابل جنابك يا فندم، بيقول إن حضرتك جاي له يجي المكتب. أيوة خليه يدخل. فعلا سمحت له يدخل، وكان نفس الراجل اللي قابلته من شوية. طلبت منه يقعد، وأول حاجة عملتها إن سألته: اسمك إيه يا عم الحاج؟ أنا اسمي حمدي أحمد. ماشي يا حاج حمدي، احكي لي بقى اللي انت عاوزه، أنا سامعك أهو.
بنتي الوحيدة كان اسمها عبير، وما كانش ليا غيرها في الدنيا هي ومراتي. حظها في الدنيا كان قليل قوي، مع ان كل اللي يشوفها يقول ما شاء الله عليها. كانت جميلة قوي وروحها حلوة، ولما كانت بتدرس في الجامعة كانت مميزة بين زميلاتها في الدفعة. وعلشان كل الحاجات دي اتقدم لها عرسان كتير لما كانت في الجامعة، بس هي كانت بترفضهم كلهم. بعدها اتقدم لها هشام، واللي عرفت منها وقتها ان بينها وبين هشام ده اعجاب. عارف ان في ناس كتير ممكن تنتقد كلامي وتقول ازاي تسمح لبنتك تقول كده، بس انا كنت معتبرها اختي وصاحبتي مش بس بنتي. ساعتها عبير جت واعترفت لي انها معجبة بهشام زميلها وهو عاوز يتقدم لها. انا وافقت ان يجي يتقدم وقابلته. كان انسان محترم ومثقف وابن ناس. طبعا ما اكتفتش بده، انا كمان رحت وسألت عليه وعلى اخلاقه وعلى اهله. كل الناس والجيران قالت عليهم كلام كويس قوي، فوافقت عليه وجاب اهله وتمت الخطوبة. وبعد الخطوبة بكام شهر اتجوزوا. الجوازة استمرت سنة واحدة بس، بعدها حصل خلافات كتير بين بنتي وجوزها. حاولت اصلح بينهم كتير يا باشا، بس هم كانوا خدوا القرار بالانفصال. والحقيقة زي ما كان هشام محترم في الجواز، كان محترم برضه في اجراءات الطلاق، ونهينا الموضوع وكل واحد راح لحاله. بس بعد الطلاق بنتي دخلت في حالة نفسية وحشة قوي، ما كانش سهل عليها تتطلق بعد سنة واحدة من الجواز، فاضطرت تلجأ لدكتور نفساني علشان يخرجها من حالة الاكتئاب والزعل اللي كانت فيها. وبعد فترة قصيرة قدرت فعلا تتأقلم مع الوضع الجديد وبقت كويسة جدا، ورجعت لبنتي ابتسامتها اللي كنت قربت انساها. وبمرور سنة على طلاقها ظهر أمين، وده راجل عنده 42 سنة. بنتي وقتها كان عندها 24 بس. شافها مرة من المرات لما كانت مع صاحبتها في مطعم. عبير بطبيعتها بتشد انتباه أي حد بطريقتها وشكلها، وللأسباب دي انتبه لها أمين، بس هي ما انتبهتلوش خالص. حاول يتكلم معاها كتير بس هي صدته، ما اهتمتش تفتح معاه أي حوار. لكن هو كان خلاص خد القرار إنه لازم يعرفها. ولما مشيت من المطعم مشي وراها لحد ما عرف بيتها فين. بعدها سأل عليها وعرف كل حاجة عنها. وفي يوم لقيته جاي للبيت، عرفني بنفسه وقال لي إنه شغال رجل أعمال وعنده شركة كبيرة للاستيراد والتصدير. قال لي إنه شاف بنتي في المطعم وعجبته وعاوز يرتبط بيها. طبعا أول حاجة سألته عنها لو عارف إن بنتي كانت متجوزة قبل كده أو لأ. هو قال لي إنه عارف عنها كل شيء، وساب اسمه وعنوانه وعنوان شغله علشان أسأل عليه. هو لما مشي اتكلمت مع عبير، مع إني ما كنتش وافق عليه بسبب فرق السن. فرق السن بينهم 18 سنة تقريبا، وده فرق مش قليل. ساعتها قلت لعبير ما تستعجلش، وإنها لسه صغيرة وجميلة، وأكيد هيتقدم لها ناس مناسبين ليها وقريبين منها في السن، خصوصا لما عرفت إن أمين ده أرمل. بس أنا اتفاجئت برد بنتي إنها موافقة. كنت مستغرب ردها بالسرعة دي، ولما سألتها ليه مستعجلة قالت لي فرصتي في الجواز قلت جدا يا بابا، لأني بقيت مطلقة، وانت عارف كويس الناس بيبصوا للمطلقة ازاي. كمان أنا قبل كده اخترت بقلبي، وكانت النتيجة إني اتطلقت بعد سنة جواز. خليني المرة دي اختار بعقلي، يمكن أعيش سعيدة وما مرش بنفس التجربة اللي مريت بيها قبل كده. يا بابا أنا فضلت أتابع مع الدكتور نفسي 3 شهور، كفاية اللي شفته، عاوز أفرح يومين بقى. معرفتش أقول لها إيه. كنت عارف إن طريقة تفكيرها غلط، ومش معنى إن تجربة جوازها الأولى فشلت إنها تيأس بالشكل ده. بس هي كانت مصممة على رأيها، فبصراحة أنا وافقت على اللي هي عايزة تعمله. ما كانش طبعا في فترة خطوبة بين عبير وأمين. اتفقنا على الجواز على طول، وفعلا تم الجواز خلال شهر واحد. أصل كل حاجة كانت جاهزة، وغلطتي الكبيرة إني ما سألتش عليه كويس زي ما عملت مع هشام. يمكن مثلا لأن عبير كانت واخدة القرار وموافقة على الجواز، بس اللي حصل بعد كده ما كانش كويس أبدا.
ومش عارف ليه أمين اتحول بالشكل الغريب ده. أنا لما كنت بروح أنا ومراتي زيارة عندهم في شقتهم ألاقيه بيفتعل خلافات كتير مع بنتي، ودايما عاوز يبينها قدامي إنها مش طبيعية. كان بيتهمها بحاجات أنا متأكد إنها مش حقيقية نهائي. كمان بيقول إنها بتعمل تصرفات مش طبيعية، يعني قال إنها أوقات بتشوف حاجات ما حصلتش، وقال كمان إنها بتقول إنه طردها من البيت الساعة 3 الفجر، والكلام ده ما حصلش خالص. في البداية افتكرها بتهزر، بس بعد كده لقى مواقف زي دي اتكررت أكتر من مرة. ولما أنا واجهت بنتي قالت لي إن الكلام ده غلط وما حصلش. المشكلة الكبيرة يا فندم كانت في طريقة كلام أمين. كان بيتكلم بطريقة هادية قوي ومسكنة، كنت بحس إني مصدقه من طريقته، خصوصا إنه دايما بيتكلم باستمرار عن حبه العبير، وإنه مش بس بيحبها ده بيعشقها. فبقيت محتار ما بين اللي بسمعه وبين اللي شايفه. بصراحة شكيت إن بنتي تعبت تاني ومحتاجة لدكتور نفسي. الغريبة إن لقيت أمين بيتكلم معايا وبيقول لي نفس الموضوع. هو برضه عايز يعرضها على دكتور نفسي كبير هو يعرفه كويس، وطلب مني مقلقش. بس الحقيقة أنا كنت قلقان جدا عليها. كنت بحاول أتصل عليها باستمرار، كمان كنت بحاول أزورها كتير قوي. وعرفت إن أمين بيوديها للدكتور اللي قال عليه. بعدها لاحظت حاجة تانية غريبة. لاحظت إن كل ما أروح عندها ألاقي على وشها كدمات، ولما أسألها عن اللي حصل تقولي إنها وقعت. بعد فترة الموضوع اتكرر وكانت بترد نفس الإجابة. طبعا ما كنتش بصدق الكلام ده كله، ولما شكيت في أمين ورحت أتكلم معاه قال لي إن بنتي هي اللي بتعمل كده في نفسها، وقال إن حالتها بقت وحشة وبتسوء أكتر وأكتر، وإن الدكتور حذره يسيبها لوحدها، وإنها حاولت تنتحر أكتر من مرة بس هو بيمنعها. أنا ما كنتش مصدق كلامه خالص يا باشا. كنت حاسس وعارف إن في حاجة غلط. مستحيل بنت ضنايا تعمل اللي بيقول عليه ده أبدا. علشان كده اتكلمت تاني معاها وطلبت منها تيجي تعيش معايا، وقلت لها هطلقها من أمين. بس للأسف هي رفضت تيجي معايا وما كنتش عارف السبب. ساعتها زعقت مع أمين جدا. أمين اللي بنى على حقيقته وطردني من شقته. ومش بس كده لأ، ده أنا سمعته بودني وهو بيهدد عبير إنها لو فتحت لي الباب في أي وقت هيقتلني قدامها. من ساعتها بنتي بقت ترفض تقابلني أو حتى تفتح لي الباب. أنا كنت عارف إنها بتعمل كده علشان خايفة عليا، بس أنا كنت قلقان عليها وعاوز أطمن، لكن ما كنتش عارف أعمل ده إزاي. حاولت أكتر من مرة أكلمها، بس لقيت أمين واخد تليفونها، ولما كان بيرد عليا كان بيشتمني. حتى لما رحت مرة لشركته شتمني ومد إيده عليا، ولما رحت أعمل فيه محضر تعدي عرف يخرج منها بكل سهولة. هو قال إني بتوهم كل الكلام ده، وجاب شهود من الشركة قالوا إن كل اللي بقوله مش حقيقي. حتى لما قدمت بلاغ إنه حاجز بنتي ومنعها عني، بعتوا فرد من الشرطة وسألها، وعلشان هي خايفة من أمين عليا أنكرت كل حاجة حصلت وبتحصل. دي كمان قالت لهم إن أنا مريض وبتوهم. أنا ما كنتش عارف أعمل إيه معاه، لأنه إنسان الشر اتمكن منه وكان بيعرف يخرج من أي موقف بسهولة. وأنا زي ما أنت شايف يا باشا راجل كبير وماليش في الخناقات والمشاكل. المهم فضلنا على الحال ده لشهور كتير، مش قادر أشوف بنتي أو حتى أكلمها. وفي يوم جالي اتصال من رقمها. طبعا أنا فرحت قوي ورديت عليها بسرعة، بس وقتها لقيت اللي بيكلمني هو أمين. معرفش ليه قلبي اتقبض لما سمعت صوته. في الأول كنت عاوز أقفل في وشه، بس لقيته بيقول لي خبر خلى قلبي يقع من مكانه. يا عم حمدي عبير انتحرت. هي نطت من شقتنا اللي في الدور العاشر، ولما نقلتها المستشفى أكدوا لي إنها ماتت. هي موجودة دلوقتي في المستشفى، تعال علشان تاخد الجثة وتدفنها في مدافنكم. كلامه كان صدمة بالنسبة لي يا بيه.
وقتها ما صدقتوش وكدبت كل الكلام. قلت له انت كداب وبتقول كده علشان تخوفني على بنتي وتقهرني عليها. بس هو اداني عنوان المستشفى وطلب مني اروح واتأكد بنفسي. انا فعلا خدت مراتي ورحت على المستشفى وانا ماليني الرعب. هناك اتصدمت من اللي شفته لما لقيت عبير ميتة قدام عيني. دخلت في حالة صدمة وما بقتش عارف انا بقول ايه ولا بعمل ايه. كنت زي المجنون يا باشا، شتمت كل اللي كان بيقول انها ماتت. كنت بقول لهم انها عايشة بس مغمى عليها، وطلبت من الدكاترة يكشفوا عليها تاني وتالت وعاشر، بس هم أكدوا لي انها ماتت خلاص. وقتها ما استحملتش اللي حصل واغمى عليا ودخلت في غيبوبة سكر. قعدت في الغيبوبة دي تقريبا اسبوع، ولما فقت كانت بنتي اتدفنت خلاص. كنت زعلان جدا اني ما ودعتهاش قبل ما يدفنوها، بس كنت بروح ازور قبرها دايما. وفضلت فترة طويلة مش قادر اصدق او حتى استوعب ان هي ماتت وسابتني. لكن من وقتها انا بشوف حلم غريب قوي. بشوف عبير في شقتها قاعدة مع جوزها. بعدها حصل بينهم خناقة واتطورت بسرعة لدرجة انه بيمد ايده عليها وبيضربها، ومع ضربه ليها هي ما سكتتش. راحت على المطبخ وجابت سكينة علشان تدافع عن نفسها، لكن أمين هجم عليها وراح شايلها مرة واحدة وقام رميها من البلكونة اللي في الدور العاشر. بعد كده بشوفها ميتة. الحلم ده يا فندم كان بيتكرر كتير، تقريبا كده بشوفه بشكل يومي، وبقيت حاسس ان دي رسالة منها. اكيد عاوزة تقولي انها ما رمتش نفسها زي ما جوزها بيقول وبيكذب علينا. بعدها رحت للشرطة اقدم بلاغ. هناك قابلت ضابط اسمه سامح عبد الرحمن، كلمته على بنتي واللي حصل معاها، بس هو ما صدقنيش وقال لي انه خد اجراءات وعمل تحرياته كويس واتأكد ان بنتي انتحرت فعلا ومفيش ما يثبت اي شبهة جنائية. طبعا انا ترجيته يحقق تاني وقلت له اني بحلم بيها وبشوفه بيقتلها قدامي كل يوم، لكن هو رفض يسمعني. ومش بس كده، ده طردني من مكتبه وخلى العساكر لما يشوفوني اتمنع من دخول القسم. ده انا حتى لما رحت لمحامي وحكيت له قال لي ان مفيش حاجة اسمها تروح تقدم بلاغ في القسم علشان مجرد شفت حلم في المنام. ده مش كلام قانوني وما يقبلهوش العقل. بس لما لقاني مصمم اجيب حقها مهما حصل، ساعتها هو اللي دلني على حضرتك. قال انك شخص معروف بمعاملتك الكويسة وانك بتبذل كل جهدك علشان تظهر الحقيقة، ولما عرفت عنوانك جيت واستنيتك علشان اتكلم معاك. بعد ما خلص الحاج حمدي كلامه فضلت ساكت ثواني بفكر في اللي قاله، وطبعا عذرت ضابط الشرطة لان الكلام اللي قاله كلام ما يدخلش عقل ولا يقبله قانون. لكن برضه طريقته اللي حكى بيها ودموعه اللي كنت شايفها قدامي كل ده خلاني محتاج اريحه، يعني حاول اعمل تحقيق بسيط في الموضوع تاني. علشان كده قلت له ما خبيش عليك يا عم حمدي، الكلام اللي انت بتقوله ملهوش اي سند قانوني وما ينفعش نفتح تحقيق رسمي. كمان نتهم شخص بالقتل ونستند في الاتهام على حلمك، دي حاجة مفيش اي حد يقبلها. بس علشان خاطرك وبصفة ودية هحاول احقق في الموضوع بعيد عن الاجراءات الرسمية، ولو لقيت اي شبهة جنائية في الموضوع هحوله لتحقيق وبلاغ رسمي. ساعتها القانون هياخد مجراه، وبصراحة كده ده كل اللي اقدر اعمله لك. وانا مش عايز من حضرتك اكتر من كده. ربنا يسترك ويعلي مراتبك وتوصل لأعلى المناصب، لأنك جبرت بخاطر راجل غلبان زيي. شكرت الحاج حمدي على كلامه. بعدها خدت منه بعض البيانات عن بنته وجوزها، كمان خدت رقم تليفونه وقلت له إني هبقى اتصل بيه أو أخلي أي حد من النيابة يتصل بمجرد ما خلص تحريات عن الموضوع. وبعد ما شكرني مرة تانية خرج من المكتب ومشي. الحقيقة ان بعد ما مشي انا نفذت وعدي، وطبعا كان لازم اعرف هل الضابط سامح عمل تحريات فعلا ولا ما اقتنعش بكلام الراجل بسبب حكاية الاحلام دي.
طيب ولو عمل تحريات وقفل الموضوع، يبقى أكيد تحرياته وصلته للحقيقة وشاف إن كلام عم حمدي مش صحيح. المهم إن ما ضيعتش وقته وبسرعة تواصلت معاه وطلبت منه يجيلي مكتبي في النيابة العامة. وفعلا الراجل ما تأخرش وجه، وبعد ما رحبت بيه سألته عن صحة كلام الحاج حمدي، وبعد ما قلت له على كل اللي هو قالهولي علشان يفتكره، كان رده عليا: ايوه يا عمرو باشا، انا فاكر موضوع الحاج حمدي فعلا، والحقيقة رغم ان كلامه ما يدخلش العقل وكمان القانون ما بياخدش بيه، لكن انا راعيت سنه وحزن على بنته وحبيت اريح ضميري للاخر. يومها طلبت من رجالتي تعمل تحريات عن الموضوع كله، كمان استدعيت رجل الاعمال اللي اسمه امين محمود واتكلمت معاه، واللي عرفته من التحريات وكمان من كلام امين ان الحاج حمدي مريض نفسي، كمان بنته كان عندها نفس المرض. غير كده انا استدعيت الطبيب اللي كان بيتابع حالة عبير ووجهت له اسئلة عن حالتها ومرضها، واتصدمت طبعا من الكلام اللي قاله. وعلى فكرة هو فعلا دكتور كبير وليه اسم في مجال الطب النفسي، وكل المعلومات اللي اتحطت قدامي خلتني اطلب من الحاج حمدي انه يروح يتعالج من الهلاوس والاحلام دي. بس الصراحة هو كان عنده اصرار غير طبيعي على كل كلامه، فكان بيجيلي الاسم بشكل يومي تقريبا، لدرجة ان زهقت منه من الحاحه الغريب، وطلبت من العساكر ما يدخلوهوش الاسم تاني علشان مش عاوز اوجه له تهمة ازعاج سلطات، وكل ده مراعاة لحالته النفسية ولسنه الكبير. طبعا كلام الضابط سامح كان مفاجئ بالنسبة لي، فطلبت منه يشرح لي كل حاجة بالتفصيل. ساعتها قال: بص يا فندم، البداية كانت لما سألت عن المجني عليها عبير. التحريات أثبتت إنها كانت متجوزة زميلها في الجامعة، كان اسمه هشام، واتجوزوا عن قصة حب، وبعد فترة اختلفوا واتطلقوا، ومحدش قدر لحد اللحظة دي يعرف السبب الحقيقي للطلاق. بس التحريات استنتجت إن سبب الطلاق الحقيقي هو حالة عبير النفسية اللي ما كانتش مستقرة، وتقريبا كان عندها مرض نفسي محدش على علم بيه وقتها، واللي هنعرفه بعد جوازها من أمين. المهم عبير وجوزها هشام اتطلقوا بعد سنة من الجواز بكل هدوء ومن غير أي مشاكل، ونتيجة لحالتها النفسية السيئة تابعت مع دكتور نفسي 3 شهور بس، بعدها اللي كان واضح قدام الناس إنها بقت كويسة. وفي نفس الوقت ده شافها أمين واتجوزها، ومن بعد الجواز بدأت بينهم المشاكل. الجيران كانت دايما بتسمع صوت زعيق طالع من شقتهم، واشتكوا أكتر من مرة للأستاذ أمين اللي كان بيعتذر لهم وبيقول إن مراته بتمر بحالة نفسية سيئة، والناس كلها مشكورة كانت بتراعي الكلام ده. وبعد فترة مش طويلة من الجواز الجيران اتفاجئوا في يوم إن عبير رمت نفسها من البلكونة وماتت. طبعا حصل تحقيق، بس تحقيق بسيط. وقتها اضطر أمين يظهر للشرطة تقارير من دكتور كبير كانت عبير بتتعالج عنده. الدكتور ده كان اسمه فاروق السيد، واللي قال في التحقيقات إن عبير كان عندها خليط من الأمراض النفسية اللي بتظهر باستمرار، وأول تشخيص ليها الاكتئاب الحاد، وده نتيجة لإحساسها بالفراغ الداخلي والعجز النفسي. بعدها اتطورت حالتها وظهر عندها حالة القلق المزمن، وبعدها اضطراب نفسي شديد، وآخر حاجة كانت الهلاوس البصرية والسمعية، ودي كانت المصيبة لأن المرض ده هو نفس المرض اللي عند أبوها. طبعا كان لازم أقف عند النقطة اللي قالها دي وسألته: يعني إيه يا سامح باشا؟ يعني أبوها كان عنده نفس المرض؟ أيوة يا فندم، الحاج حمدي كان عنده نفس المرض بتاعها، مرض الهلاوس السمعية والبصرية. هو كان بيشوف قدامه حاجات حصلت وهي أصلا ما حصلتش، وليه تاريخ مرض طويل جدا، وكان بيتابع مع دكتور نفسي لمدة بتزيد عن 10 سنين، وده كان بيهيأ له إن أمين بيطرده من الشقة، مع إن كل ده ما حصلش أصلا. كمان بيشوف كل يوم بنته مضروبة من أمين، وكل دي مجرد مشاهد عينه بتشوفها، بس هي أصلا ما حصلتش.
ده غير طبعا انه اتهجم على امين في شركته. ومش بس كده يا فندم، ده راح قدم بلاغ ضده في الشرطة بسبب التهيؤات اللي بيشوفها، لكن الشرطة وقتها اتأكدت ان كلامه ما حصلش، علشان كده افرجوا عن امين. هنا قطعت كلام سامح تاني وقلت له: انت اتأكدت من كلام الدكتور في حكاية محضر الشرطة؟ حصل يا فندم طبعا، كمان عملت تحريات عن التاريخ المرضي للحاج حمدي، وطلع فعلا كلام الدكتور مظبوط. فطبعا كان لازم انهي الموضوع كله، وبلغت الحاج حمدي بكل اللي وصلت له، بس هو طبعا ما اقتنعش، وطلب مني اطلع جثة بنته من القبر واعرضها على الطب الشرعي. وبصراحة ما كانش ينفع امشي في اجراء زي ده، خصوصا ان اللي طالب الموضوع شخص مريض نفسي، كمان ليه تاريخ مرض طويل. انا حاولت افهمه ان لازم يرجع يتعالج عند دكتور، بس هو برضه ما اقتنعش بكلامي. وزي ما قلت لحضرتك انا ما عنديش وقت اضيعه معاه. بس بعدها الامور اتطورت جدا لحد ما منعته من دخول القسم. بس كده يا فندم، ده كل اللي حصل. انا شكرت الضابط سامح ومشي. بعدها قعدت وفكرت في كل كلامه. فعلا كلامه كان مظبوط، وهو عمل اللي عليه وزيادة، فاتأكدت ان تصرفه كان صح. علشان كده طلبت من كاتب النيابة يتصل بعم حمدي ويفهمه اننا اتحرينا عن الكلام اللي قاله، واتأكدنا ان بنته ماتت بدون اي شبهة جنائية. في الوقت ده انا كنت فاكر ان موضوع حمدي وبنته عبير خلاص خلص لحد كده، بس الحقيقة مشكلتي معاه ما خلصتش، لان عم حمدي كان مصمم ان بنته ماتت مقتولة، وان امين جوزها هو اللي قتلها. ابتديت اشوفه في كل حتة، بقيت اشوفه مستنيني قدام بيتي او بيحاول يدخل مكتبي في النيابة. حقيقي اصراره كان مزعج جدا، وانا واحد شغال شغلانة حساسة قوي، كمان ما عنديش وقت اضيعه معاه. انا عملت اللي عليا وخلاص كده. لحد ما في يوم لما نزلت من بيتي لقيته قدامي ومصر يتكلم معايا في نفس الموضوع. ساعتها اتعصبت عليه جدا، وقلت له ان لو ممشيش من قدامي هتخذ معاه اجراء هيضايقه. هو كان فاكرني بهدده خلاص، لكن انا ما كنتش بهدد. انا فعلا اتصلت بالشرطة وطلبت منهم يبعتولي عربية وتاخده. بعد كده طلعت قرار بحجزه في مستشفى الامراض النفسية التابعة للحكومة، وبعد ما اتحجز هناك 45 يوم قدمولي تقرير مفصل عن حالته. وقتها وصيت انه يتحط في المستشفى لحد ما يتعالج نهائي. ورغم اني كنت شايف ان هو ده التصرف السليم، الا اني كنت متضايق من اللي عملته، بس انا كنت فعلا زهقت من مطاردته ليا. ده الراجل كان اصراره مزعج جدا، وما كانش قدامي حل غير اللي عملته ده وبس. الحقيقة انا حاولت انسى موضوعه خالص، وعدت فترة على اللي حصل. وفي يوم كنت رايح زيارة انا واسرتي ازور امي. يومها لما قعدت مع امي معرفش ايه اللي خلاني افتكر موضوع الحاج حمدي، وحكيت لها عن الحلم وكلامه ان بنته ماتت مقتولة. وبعد ما خلصت كلامي لقيت امي بتقول: عارف يا عمرو، الحكاية اللي انت بتقولها دي فكرتني بحاجة حصلت زمان لما كان ابوك عايش وشغال في النيابة. اللي حصل ان في واحد جه لابوك في الشغل وقدم بلاغ شاكك ان مراته ماتت بفعل فاعل، ولما ابوك سأله عن الدليل على كلامه، ساعتها الراجل رد على ابوك رد غريب قوي، وكان زي الرد اللي قاله لك الراجل اللي حكيت لي عنه. قال انه بيشوف مراته في المنام بتيجي تقول له ان في شخص هو اللي قتلها. والحقيقة اللي كانت موجودة في الملفات ان مراته كانت في شقتها لوحدها، ده بعد ما رجعت من زيارة اختها بشكل مفاجئ في الوقت اللي جوزها كان شغال في محافظة تانية. المهم جالها غيبوبة سكر بشكل مفاجئ، وقعت على الارض واتخبطت في الحيط، ونتيجة الخبطة جالها نزيف ومحدش حس بيها. المهم لما رجع جوزها تاني يوم لقاها بالشكل ده، فاتصل بالإسعاف، وفي المستشفى قالوا له إنها ماتت. ماتت ليه؟ ماتت نتيجة غيبوبة السكر اللي كان عالي جدا عندها. كمان في أقوال أختها قالت إن الضحية رجعت شقتها علشان كانت ناسية علاج السكر، وخافت تتعب فجأة لأنها ابتدت فعلا تحس بالتعب.
وللسبب ده قالت إنها ترجع شقتها ومش هتبات عندها زي ما كانوا متفقين. طبعا أقوال الأخت مع تقرير المستشفى خلت النيابة تقول إن الوفاة طبيعية ومفيهاش أي شبهة جنائية، بس جوزها بقى كان مصمم إن مراته ما ماتتش بشكل طبيعي، وفضل مصر جدا على كلامه، وجه لأبوك وترجاه يعيد التحقيق علشان يريح ضميره، لأنه مش بينام بسبب الأحلام اللي بيشوفها. ورغم إن كلامه زي ما انتوا بتقولوا يا بتوع النيابة غير عقلاني ومفيش عليه أي دليل ملموس، بس أبوك بقى كان خايف يتجاهل كلام الراجل ده ويبقى السبب إن حق واحدة مظلومة يضيع، علشان كده ادى تعليماته وخرجوا جثة الست وشرحوها. والطب الشرعي أثبت إن الخبطة اللي كانت على راس الضحية مش نتيجة وقوعها وخبطها في الحيط، لا ده أثبت إنها اتضربت بحديدة على راسها. وتابع أبوك التحقيق بنفسه لحد ما الحمد لله وصلوا للحقيقة. الحقيقة بقى إن لما الضحية رجعت بيتها بشكل مفاجئ كان في شخص فعلا جوه الشقة. هو كان نجار راح وعمل عندها شغل من فترة، وقدر يعمل نسخة من المفاتيح من غير ما حد يحس. والسبب اللي خلاه يعمل كده بقى إن الست دي كانت طيبة وبتتعامل بحسن نية، فشافها وهي بتطلع فلوس كتير قوي من دولابها، كانت فلوس جمعيات هي اللي ماسكاها وشايلها عندها. هو لما شاف المنظر ده الشيطان وسوس له إنه لازم يسرقها، وفعلا كان مستني اللحظة المناسبة علشان ينفذ. وبالصدفة كان موجود في نفس العمارة اللي فيها شقة الضحية بيعمل شغل نجارة في شقة تانية. وقتها سمع الست بتقول للبواب إنها هتروح بكرة عند أختها وهتبات هناك، وكانت بتقول له كده علشان ياخد باله من شقتها. ساعتها هو شاف إن ده الوقت المناسب علشان ينفذ خطته، وفعلا راح الشقة. بس من سوء الحظ إنه لما خلص وخد الفلوس اتصدم لما لقاها رجعت تاني. في اللحظة دي استخبى منها في الضلمة ومسك حديدة من عدة الشغل وضربها على راسها من غير ما تاخد بالها. ولأن جوزها ما كانش بيهتم بموضوع الجمعيات والفلوس اللي مراته بتشيلها عندها، ما اهتمش انه يدور لو كان في فلوس معاها ضاعت ولا لا، لكن هو فضل يشوف مراته في الحلم وحد بيقتلها. من وقتها بقى مصمم يقدم بلاغ، ومن تقرير الطب الشرعي بدأت التحريات واتكشف المجرم. هم اكتشفوه بسبب كاميرا مراقبة جابت مدخل العمارة والنجار خارج بيجري، ولما قارنوه مع وقت ارتكاب الجريمة اعترف النجار بكل حاجة وخد جزاؤه. اللي عاوز اقوله لك يا عمرو ان مش كل حاجة لازم تحسبها بالعقل، لازم يكون قلبك كمان مرتاح علشان ما تضيعش حق حد. بصراحة كلام أمي أثر فيا جدا، ومن ساعة ما روحت من عندها وأنا بفكر في كل الكلام اللي قالته، بس برضه ما قدرتش أخد قرار إني أحقق تاني في موضوع عبير بنت حمدي. المهم لما وصلت الشغل تاني يوم لقيت مفاجأة كبيرة مستنياني. كانت مفاجأة مش متوقعة نهائي، لأن لقيت واحدة كبيرة في السن قاعدة ومصممة تقابلني. حاول العسكري يمنعها علشان مفيش ميعاد سابق، كمان هي مش عايزة تقول هي عايزاني في ايه. بس وانا داخل المكتب سمعتها بتنادي عليا وتقول: يا عمرو بيه، بالله عليك اسمعني يا ابني. بصراحة كلمتها دي وقفتني. هي لما قالت لي يا ابني شفت فيها امي. بعدها طلبت منها تدخل ورايا المكتب، ولما قعدت عرفتني بنفسها وقالت لي: انا اسمي امل، ابقى مرات الحاج حمدي اللي انت حطيته بايدك في مستشفى الامراض النفسية. بصراحة لما قالت لي كده حسيت اني محرج منها قوي، مع اني ما عملتش حاجة غلط، لان انا كل اللي عملته اني عرضته على دكاترة مختصين يعالجوه من مرضه. بس مش فاهم ليه كنت محرج منها، فسكت وما اتكلمتش خالص. في الوقت ده هي اللي اتكلمت وقالت لي: أنا عارفة إن العقل بيرفض كل الكلام اللي جوزي قاله، ومش هقول لحضرتك إن أنا كمان كنت بشوف بنتي وهي بتموت، لأن ده ما حصلش. بس أنا جاي أقول لك حاجة واحدة، أنا عارفة جوزي كويس قوي، وعارفة مدى ارتباطه بعبير الله يرحمها.
كمان عارفة إن لو بنتي فعلا زي ما حمدي قال ماتت مقتولة، فأكيد ربنا مش هيضيع حقها أبدا، وهيرجعه بالطريقة اللي سبحانه وتعالى يحددها، سواء عن طريقك يا ابني أو عن طريق حد غيرك، ودي سايباها لحكمته هو وبس. فأنا مش جاية هنا علشان أقولك جوزي عاقل وعمره ما كان مريض. أنا عارفة إنه زمان كان مريض وبيتعالج، بس حالته مش زي ما أمين والدكتور بتاعه حبوا يظهروها. حمدي جوزي شخص مسالم جدا، وعمره ما حاول يأذي حد أو يأذي نفسه. حتى الهلاوس البسيطة اللي كان بيشوفها زمان راحت لحالها واتعالج برضه منها زمان، وما كانتش بالخطورة اللي بيقولوا عليها. والأحلام اللي كان بيشوف فيها عبير كانت بسبب ارتباطه الشديد بيها. وأنا دلوقتي واثقة من كلامه جدا، وعارفة إن ربنا هيظهر الحق مهما طال الزمن. أنا جاية النهاردة لحضرتك مخصوص علشان كان في حاجة جوايا عايز أقولها. اليوم اللي جالك فيه جوزي لحد بيتك وخليته جالك المكتب ووعدته إنك تساعده، يومها لما رجع البيت قال لي إنه قابل وكيل نيابة محترم وابن ناس طيبين، واتمنى يكون عنده ابن زيك يا عمرو بيه. جوزي كان متعشم فيك قوي وكان مبهور بيك، وانا جيت اقولك دلوقت انك خيبت كل اماله. جوزي اتكسر من تصرفك زي ما اتكسر من موت بنته. ساعتها انا ما قدرتش امسك لساني، كنت محتاجة ادافع عن نفسي وقلت لها يا امي انا كان كل قصدي ان اساعده اعالجه، لان الدكتور اللي كان بيعالجها قال ان عبير الله يرحمها كانت وارثة المرض من ابوها، وانا كنت عاوز. في اللحظة دي هي قطعتني وحرفيا قالت كلام صدمني. طيب هقولك حاجة صغيرة يا بيه، على فكرة عبير مش بنتي ولا بنت حمدي، يبقى ازاي ورثت المرض منه؟ طبعا كلامها الصادم ده خلاني قلت لها انت بتقولي ايه يا حاجة؟ بقولك الحقيقة يا ابني، عبير الله يرحمها مش بنتنا، لان بكل بساطة حمدي جوزي عقيم ومش بيخلف. في الوقت ده طلعت من شنطة ايديها ورق كان عبارة عن تحاليل وتقارير طبية بتثبت كلامها، وكان مكتوب فيها ان فعلا حمدي مستحيل يخلف. التقارير دي كانت من اكتر من جهة ومستشفى. انا كنت بقرا التقارير وهي بتحكي وتقول دي يا ابني الحقيقة اللي محدش كان يعرفها. انا لما اتجوزت حمدي واتأخرنا في الخلفة رحنا لدكتور وعملنا تحاليل وعرفنا ان حمدي عقيم. طبعا ما صدقناش ورحنا لدكتور تاني وتالت، بس النتيجة كانت واحدة، وان مفيش اي امل ان حمدي يخلف نهائي. ساعتها هو عرض عليا الطلاق، بس انا طبعا رفضت وكنت مقتنعة ان ده نصيبي. وبعد اللي حصل ده بكام سنة كنت انا وهو راجعين من السفر، كانت الساعة حوالي 4 الفجر. وقتها لقينا قدام باب العمارة حد سايب طفلة رضيعة. اليوم ده كان الجو ساقع قوي علينا وعليها، فخدناها وطلعنا شقتنا. اول ما شفناها قلبنا رق وحن، فقررنا نربيها ونسجلها باسمنا. احنا كنا عارفين ان ده غلط وحرام، بس ما حبناش نعرف حد انها لقيطة علشان الكلام ده ما يأثرش عليها في المستقبل. وفعلا خدنا عبير وربناها زي بنتنا واكتر. وكان سبب طلاقها من جوزها الاولاني هشام ان حمدي قال له الحقيقة. كان شايف ان من حقه يعرف ان مراته المستقبلية مش بنتنا، ده حتى عبير نفسها ما كانتش تعرف. وبصراحة هشام ما وفاش بوعده، لانه قال لوالدته بعد جوازه من عبير بسنة. طبعا ابتدت امه تتعامل معاها وحش، ومع الايام لما حصلت خناقة مع حماتها قالت لها يا لقيطة يا بنت الحرام. من بعدها دخلت بنتي في صدمة كبيرة، والمشاكل مع جوزها وامه كترت واتطلقت. وكان سبب علاجها مع دكتور نفسي انها ما كانتش قادرة تصدق انها مش بنتنا. بعدها ظهر امين، وحمدي جوزي رفض يقوله الحقيقة، ونبه على عبير انها ما تعرفوش حاجة علشان ما تدمرش حياتها تاني. بس امين طلع شخص وحش قوي، بهدلها وبقى بيفرق بيننا وبينها، وكان بيقول لها ملكيش دعوة بيهم خالص، دول مش اهلك اساسا. وفعلا يا فندم بعدها عننا مدة كبيرة قوي،
وبجد يا باشا أنا معرفش هي اللي قالت له ولا هو عارف منين. في الآخر اتصل بينا وبلغنا إنها ماتت، والباقي حضرتك تعرفه كويس. الكلام اللي سمعته من مدام أمل ده خلاني أشوف الموضوع بطريقة تانية خالص، وكان لازم أتأكد من كل الكلام قبل ما أخد أي خطوة. علشان كده خدت موافقة من رئيسي إن أفتح قضية عبير مرة تانية، وطلبت تحريات مفصلة عن أمين، كمان تحريات دقيقة عن الدكتور فاروق، وطلعت تصريح باستخراج جثة عبير وعرضها على الطب الشرعي. في خلال يومين جالي نتيجة التقرير، واللي كان فيه تأكيد إن المجني عليها اتعرضت لطرق كتير جدا من التعذيب، وده كان واضح من الجروح الخطيرة اللي كانت عندها في مناطق متفرقة من جسمها، والجروح دي مش بسبب وقعها من الدور العاشر. طبعا كان كفاية عند التقرير ده، خصوصا لما جالي نتيجة التحريات إن في علاقة مشبوهة بين أمين والدكتور فاروق، وإن الدكتور ده اتقدم فيه من فترة طويلة أكتر من بلاغ متهم فيهم بتزوير تقارير طبية. أما أمين بقى فعرفت عنه إن كان متجوز أكتر من مرة، وكل مرة كانت زوجاته بيقدموا محاضر فيه بيتهموه بالسادية والعنف في العلاقات الزوجية. بعد كل اللي عرفته ده أصدرت أوامر بالقبض على الاتنين، وابتديت التحقيق معاهم بنفسي. أول واحد اعترف كان فاروق، قال إن أمين دفع له 30,000 جنيه مقابل التقارير اللي كتبها بتواريخ قديمة، كمان علشان شهادته قدام الشرطة. أما أمين ففي البداية أنكر كل حاجة، بس بعد كده اعترف وقال: أيوة أنا اللي شلتها ورميتها من البلكونة، كمان كنت بهددها بأهلها لو قالت على اللي بعمله معاها هقتلها أبوها، ولأنها خافت عليه فما كانتش بتتكلم. أنا واحد شايف متعتي بالشكل اللي أحبه، إيه المشكلة يعني؟ دي واحدة بنت حرام لقيطة ملهاش أهل، والله أعلم جاية منين. طبعا كان واضح من كلامه إنه شخص مريض، فحولته على مستشفى الأمراض النفسية لتقييم حالته. بعدها لما جالي النتيجة عرفت إنه مسؤول عن كل أفعاله، وإنه حالته النفسية مش مبرر نهائي للي بيعمله. علشان كده اتحول للمحكمة وخد حكم بالإعدام. أما الحاج حمدي فخرج من المستشفى، بعدها رحت بنفسي زيارة لحد بيته، وقدمت له اعتذاري على كل اللي صدر مني، وبصراحة الراجل قابلني بطريقة كويسة قوي وقبل اعتذاري. في النهاية حابب أقول حاجة، إحنا مش لازم دايما نحكم عقلنا في كل شيء، لأن القلب ليه دور ما ينفعش نلغيه حتى لو الحقيقة ما يقبلهاش العقل. وبكده تبقى خلصت حلقتنا. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير في كل مكان، التفاعل مهم جدا وبيساعد على انتشار القناة والحلقات أسرع. أتمنى ما تبخلوش علينا بالتفاعل والدعم، وما تنسوش أبويا الله يرحمه وأخواتنا المستضعفين من دعائكم، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.